يا أهلا بيكم. بما إننا داخلين على موسم البهجة، فخليني أنقلكم لقلب المطبخ واديكم الخلاصة اللي تطلع معاكم نواعم العيد زي المحلات الفخمة وربما أحسن كمان. أولا، بسكوت العيد وسر القرمشة من غير نشاف. المشكلة اللي دايما بتقابلنا إن البسكوت بيطلع صلب أو معضم زيادة عن اللزوم، وده غالبا لسببين. الأول، كثرة العجن. البسكوت بمجرد ما نضيف الدقيق بنلم العجينة بس. لو عجنتي كتير الجلوتين بيتفعل والبسكوتة بتتحول لعيش ناشف. التاني، السوائل الزيادة. كتر الحليب أو العصير بينشف البسكوت، فالتزمي بالمعيار بالظبط. والتكة هنا، اضربي الزبدة مع السكر البودرة لحد ما يبقوا زي الكريم شانتيه تماما، لون أبيض وفوم عالي. ده اللي بيدي الفراغات والهواء جوه البسكوتة. ثانيا، الكحك وسر الدوبان، الدايب دوب. عشان الكحك يفرول ويدوب في بقك، السر كله في البس ونسبة السمنة. عملية البس يعني تفرك الدقيق بالسمنة كويس جدا قبل ما تضيفي أي سوائل. لازم كل حباية دقيق تتغلف بالدهون. دي الخطوة اللي بتخلي الكحك ناعم ومش عرق. وخليكي فاكرة، السوائل هي العدو. كل ما زادت المية أو اللبن الكحك نشف. الكيلو ملوش أكتر من نص كوباية سوائل. أما السمنة ف 550 جرام لكل كيلو دقيق هي النسبة المثالية لكحك ناعم بجد. ثالثا، البيتي فور البرستيج. البيتي فور هو بسكوت أرستقراطي وتكاته بسيطة بس فارقة. لو عاوزاه دايب جدا استخدمي صفار البيض بس، ولو عاوزاه متماسك وفيه قطمة خفيفة استخدمي البيضة كاملة. والزبدة هي روح البيتي فور، لازم تكون طبيعية وباردة من التلاجة. وأهم نصيحة، بعد ما تشكليه في الصواني دخليه التلاجة 10 دقايق قبل الفرن عشان يحافظ على رسمته وما يفرشش منك. رابعا، الغريبة السهل الممتنع. الغريبة 3 مكونات بس تكاتها فنية. ابعدي تماما عن الزبدة لأن فيها نسبة مية بتخلي الغريبة تنشف وتشقق. لازم سمنة بيضة وباردة، ولازم تضربي السمنة مع السكر لحد ما تبقى كريمة تقيلة جدا. وفي الفرن الغريبة ما بتاخدش لون، بتطلع وهي لسه طرية وبتمسك نفسها لما تبرد. لو استنيتي لما تاخد لون من تحت هتطلع محجرة. في النهاية ما تنسوش تصلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ولو عجبكم المحتوى لايك وشير عشان الكل يستفيد. تفاعلكم بيفرق معانا جدا وبيشجعنا نستمر ونقدم لكم كل جديد. كل سنة وانتم طيبين.